احلى بسله مع رز بالشعريه بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله هتنول اعجابكم. هتعملي معايا في الاجواء الشتويه احلى طبق بسله. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا هنا معايا كيلو من البسله. هتحطي عليه كده 3 جزرات. هنا للبنات المبتدئه الجزر لما تيجي تقطعيه بلاش تقطعيه بالطول، لا قطعيه حلقات وابداي كده اعمليه مكعبات زي ما انت شايفه معايا بطريقه سهله وبسيطه خالص. ولو حابه تضيفي بطاطس تقدري تضيفي بطاطسايه وتقطعيها برده صوابع وبعد كده تقطعيها مكعبات، هتضيفيها برده مع البسله والجزر. طريقه سهله وبسيطه وان شاء الله هتنول اعجابكم. بعد ما قطعت الجزر وحبيت اوريكم طريقه التقطيع، حله على النار هنزل بشويه زيت. الماده الدهنيه دايما زي ما احنا متفقين المتوفر عندك تقدري تستخدميه. انا هستخدم ميكس ما بين السمنه والزيت. نزلت بالزيت وبعد كده معلقه سمنه. تقدري تعمليها بزيت من غير سمنه عادي خالص. معايا هنا بصلايه بيضه مفرومه كبيرة، علشان أنا زي ما قلت لكم هعمل كيلو من البسلة. هبدأ بقى أخلي البصلة معايا تاخد لون ذهبي فاتح، وبعد كده هنزل ب3 فصوص من الثوم مفرومين. والثوم هنا يا حبايبي اختياري، اللي حابب يستخدم الثوم مع البسلة يستخدمه، واللي مش حابب يستبعده. أنا عن نفسي بفضله مع البسلة، مفيش أي مشاكل. بشم ريحة التومة كده. بعد كده دي برضو حاجة اختيارية، هريسة الشطة دي حراقة فأنا عاملاها وبحب برضو أستخدم منها، دي برضو اختيارية بس بتنقل معايا الوصفة في حتة تانية خالص. أنا على العموم بحب هريسة الشطة في الوصفات اللي أنا بستخدمها، معظم وصفاتي يعني. هنا بقى بتاخد كده أديها تشويحة برضو هريسة الشطة. والتركايه الحلوة قوي لما باجي أعمل أي خضار وبتفرق معايا خالص إن أنت تشوحي البهارات بتاعتك ثانيتين 3. معايا 7 بهارات، معايا بابريكا، معايا فلفل اسود. انا كده ما استخدمتش ملح لسه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البابريكا هنا كمان فايدتها بتعزز معاكي لون الطماطم، وخصوصا كمان لو هتسويها بشوربه. شايفين معايا لون البصله ذهبي فاتح كده، بتبقى ريحتها وطعمها خطير. وخصوصا لما بتبقي مستمره كده في التقليب البصل بياخد لون معاكي موحد، مش بصله لونها غامق وبصله لونها فاتح، لا. استمري كده في التقليب علشان اهم حاجه عندي التسبيكه بتاعه الحاجه. الخضار اللي انت هتعمليه تبقى مظبوطه معاكي. بعد كده بقى نزلت بالجزر وبالبسله، هديلهم كده تشويحه زي 5 دقايق مع البصل. انا طبعا الطماطم دايما بقول لكم ان انا بعملها طماطم مركزه. يعني ايه طماطم مركزه؟ برفع الطماطم على النار بشويه ميه لمده 10 دقائق يغلوا، وبعد كده بسيبهم يبردوا وبصفيهم علشان القشر اللي بيبقى موجود فيهم. بتبقى تقيله كده زي ما شفتوا معايا، ما بتاخدش وقت في التسبيك ولا حاجه. طبعا ظبطت الملح بتاعي في المرحله دي. انا الشوربه جنب مني في الحله بغليها، لان انا دايما بقول لكم ما ينفعش تنزلي على اي خضار بتسويه بيكون بيغلي تنزلي عليه مثلا سواء بشوربه او بميه تكون بارده، لا. لازم السوائل اللي هتنزلي بيها تكون بتغلي، بتسرع عمليه التسويه اول حاجه، وتاني حاجه ما بتغيرش معاكي طعم الخضار. حطيت هنا ورقتين 3 من اللورا. وبعد كده بعد الطماطم بقى ما تتسبك معايا كمان هبدا بقى انزل بالشوربه بتاعتي، بس طبعا بقلب دايما على طول علشان ما تتحرقش معايا. نزلت بقى بالشوربه، هسيبها بقى على النار اما تاخد التسويه بتاعتها. في المرحله دي بقى هعمل جنب منها بقى طبق رز بشعريه سهل وبسيط برده. شويه زيت، ونزلت بقى بالشعريه. يعني لو هتعملي كوبايتين رز هتستخدمي قصاد منهم كوبايه شعريه. هو اسمه رز بشعريه، يعني الرز بيبقى ضعف الشعريه. هنا زي ما انتم شايفين معايا برده الشعريه بنفس الطريقه، تخلي النار وسط مش عاليه قوي علشان الشعريه كده تتحمص معاكي حلو وتاخد اللون المحمر اللي انتوا هتشوفوه. يعني حاولي ما تخليهاش دهبي فاتح، لان هي لما بتحطي لها الميه بتبدا تفتح معاكي، فهنخليها كده محمره شويه. كوبايتين الرز كنت غسلاهم وحطاهم في المصفى. حتى انتوا لما تغسلوا الرز كده وتحطيه في مصفى وترفعي المصفى مثلا على حاجه علشان يتخلص من الميه الموجوده فيه، هتلاقي الرز اتخلص من شويه ميه كده حلوين. في المرحله دي بدي تشميعه كده للرز. ولما بتصفيه من الميه يا حبايبي الرز ما بيطلعش معاكي معجن. شايفين معايا الرز مفلفل، غير لما بتغسلي الرز وتاخدي وتحطي على طول على الشعريه، لا. هيصفي معاكي كميه ميه كويسه لما تحطيه في المصفى مثلا زي 5 دقايق. هنا بعد الرز ما اتشمع معايا بقى بدات اعلي النار ولما حطيت الرز علشان يتشمع معايا على طول. في المرحله دي برده زي ما احنا متفقين ميه بتغلي جنب مني، واعملي حسابك لما تنزلي بميه بتغلي مفيش 5 دقايق حرفيا الرز هيكون اتشرب معاكي، فخلي بالك من الموضوع ده. هظبط بقى الملح بتاعي وهتاكلي احلى طبق رز بشعريه. اتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده. لايك وشير يا حلوين علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. يعني نقدر نعمل البسله من غير لحمه وهيبقى طعمها خطير. انا هنا بقول لكم على طول هي بتبدا تغلي مفيش ثواني، لان انا نزلت بالميه مغليه. ابداي بقى اديله كده تقليبه وهدي النار خالص
وسيبيه بقى يتلدن. ويا سلام بقى لو عندك معلقه سمنه في مرحله ان هو دخل على التسويه، ابداي انزلي بمعلقه السمنه، بتلمع معاكي الرز بشعريه وبتخليه مفلفل وخطير. ولكل كوبايه رز مصري قصاد منها كوبايه من الميه، وكوبايه الشعريه قصاد منها كوبايه الا ربع من الميه. يبقى انا كده استخدمت 3 كوبايات الا ربع من السوائل لكوبايتين رز وكوبايه شعريه. وبألف هنا مقدما، وربنا يحسن ما بين ايديكم احلى بسله من غير لحمه وطعمها خطير، وخصوصا في الاجواء الشتويه مع الطبق الرز بالشعريه. كنت معاكم فاتن الجندي، مع السلامه يا حلوين.